مكتب التحقيقات الفيدرالي بعت فرقة من الوحوش العمليات الخاصة في يوم حر تحت شمس أريزونا اللي بتحرق علشان يقتحموا وكر لعصابة تهريب بشر. وسط الفريق ده كانت العميلة كده ست ب100 راجل معروفة بمهارتها اللي مفيش زيها. المهمة بدأت بدخلة مرعبة لما المدرعة كسرت بوابة الحصن وبدأ الحرب بجد بين الرصاص والنار. أول ما دخلوا سيطروا على المجرمين اللي بيتاجروا بأرواح الغلابة، بس في شوية عنده محبوش يسلموا نفسهم بهدوء كده قرر يخلص عليهم ويتعامل معاهم بالقوة المميتة. وسط الدوشة دي ريجي زميل كيت دخل يطمن عليها، بس عينه جت على خرم وشق غريب في الحيطة. لما قربوا لقوا منظر اللي ما بيتنسيش، جثة هامدة مستخبية ورا الحيطة. ريحة الموت ملت المكان. الكل بدأ يرجع من قرف المشهد، بدأوا يفتشوا البيت حتة حتة وشبر شبر، واكتشفوا كارثة حقيقية. 35 جثة متعفنة ومستخبية جوه حيطان البيت، وده غير اللي تحت الأرض. الجثث كانت ملامحها ضايعة، وخبرة الطب الشرعي هي اللي جابت التايهة. كل الدلائل قالت إن ده بيت مانويل دياز، واحد من كبارات الكارتيل المخدرات في المكسيك، والكل كان بيدور عليه. وهم بيدوروا لقوا فتحة نفق سري نازل تحت الأرض. كيت كانت داخلة تستكشف، بس فجأة انفجار مرعب هز المكان. عساكر كتير ماتوا وكيت نجت بأعجوبة. الخبر ولع في القنوات وبقى حديث البلد كلها. في أوضة تانية كان في اجتماع سري لمسؤولين كبار مستنين وصول مات جيريف، العميل اللي قلبه ميت. مات طلب من كيت بالاسم علشان تنضم لفريق مهمة غامضة. بدأ يحقق معاها ويسألها عن دياز وعلاقاته في المكسيك، وعرض عليها تكون المخططة الاستراتيجية للفريق. هدفهم الأساسي كان جيرمو أخو دياز الصغير. كيت وافقت علشان تجيب حق الضحايا وتوقع العصابة دي. في الجانب التاني بنشوف سيلفو الشرطي المكسيكي اللي بيلعب على الحبلين. سيلفو كان شغال في السر عند دياز ومخبي حقيقته عن أهله والعالم. ريجي يوصل كيت القاعدة جوية علشان تبدأ الرحلة، بس الصدمة إن كيت بس اللي دخلت وركبت طيارة خاصة وفخمة جدا. وهناك قابلت أليخاندرو اللي ادعى إن هو مستشار قانوني، بس ورا الوش الهادي ده كان في قاتل مأجور ما بيعرفش الرحمة. كيت كانت قلقانة من أليخاندرو وملامحه اللي وراها أسرار كتير. الطيارة هبطت في خواريز، أو زي ما بيقولوا مدينة الوحش، والجو كان مشحون بالموت. كيت شافت جثث مقطوعة ومتعلقة تحت الكباري بدم بارد. قبضوا على جيرمو من غير تعب، بس كيت حست إن في فخ. وفجأة عصابات دياز حصروهم وبدأوا يضربوا نار في نص الزحمة. أليخاندرو والفريق نزلوا يواجهوا الموت بصدور مفتوحة. كيت نجت من محاولة غدر من الشرطة المكسيكية الفاسدين. رجعوا للمقر. كيت كانت هتنفجر من الغضب بسبب اساليب مات. أليخاندرو دخل يحقق مع جيرمو بعنف وبطريقه مرعبه. كيت شافت من فوق السطح حرب العصابات حقيقيه. الفريق اتحرك لمدينه توسان ورا معلومات جيرمو. كيت اكتشفت ان مات كان بيستخدمها كطعم علشان يوقع ضباط فاسدين. وتايد الضابط الفاسد حاول يخلص على كيت، بس أليخاندرو جاله في الوقت المناسب. أليخاندرو حكى لكيت انه بيطارد فاستو لاكون اللي ذبح عيلته زمان. الفريق دخل نفق سري بتاع المخدرات علشان يوصلوا لدياز. كيت شافت أليخاندرو وهو بيصفي الناس بدم بارد وضربها رصاصة في دراعها علشان يبعدها. مات اعترف ان الهدف ما كانش القبض على حد، الهدف كان تصفية. أليخاندرو وصل لبيت راكون وقتل مراته وعياله قدام عينه علشان يحرق قلبه. بعدها قتله هو كمان وحقق انتقامه اللي استناه سنين. تاني يوم أليخاندرو راح لكيت واجبرها تمضي على تقرير بيغطي كل اللي حصل. هددها بالسلاح لحد ما مضت وهي مكسورة من جواها. كيت وقفت في البلكونة المسدس في ايديها، بس ما قدرش تنهي حياته وسابته يمشي وسط الضلمه وهو شايل ذنوبه على كتفه. في عالم السكاريو مفيش مكان للابطال، في بس مكان اللي بيعرف يرقص مع الشياطين من غير ما يتحرق بنارهم.